السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ ميساء، وكل رمضان وانتم بألف خير. اليوم راح أعمل معاكم وصفة ملوكية، وصفة محببة كتير وخاصة في شهر رمضان. راح أعمل معاكم الهريسة بالسمنة. بالنسبة للمكونات راح نحتاج 3 أكواب من السميد، ضفت عليهم نصف كوب من السكر، وعندي هنا باكيتين أو ملعقتين صغار من سكر الفانيلا، وفنجان صغير من جوز الهند. بالنسبة لجوز الهند اختياري، ممكن تستغنوا عنه لأنه الوصفة الأساسية ما بيستخدموا فيها جوز الهند، بتنعمل بس بالسميد والسمنة. بنحرك المكونات الجافة كتير كويس مع بعض، وراح أنزل عليهم 3/4 الكوب من السمن. بالنسبة لهاي الوصفة ما بينفع نستخدم فيها الزيت النباتي، الأفضل نستخدم فيها سمنة. ممكن تخلطوا نص سمنة ونص زبدة، المهم تستخدموا نوعية ممتازة لأنه نوعية السمنة بتفرق معاكم في النكهة وفي الطعم. وبنفرك حبات السميد كتير كويس بالسمنة. طبعا هاي شكلها شكل السميد بعد ما فركناه بالسمنة. نزلت عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، وراح أنزل عليهم كمان معلقة من البيكنج باودر، تقريبا يعني حوالي باكيت، وعندي رشة خفيفة على طرف المعلقة الصغيرة ملح، وكمان عندي ملعقتين كبار من الخل. طبعا تفاعل هاي المكونات مع بعضها كتير مهم، لأنه رح تعمل على انه الكيكة عندنا تكون هشة وترتفع معانا. ونزلت عليهم مقدار اللبن. بالنسبة لمقدار اللبن رح نحتاج كوبين كبار مليانين من اللبن الرايب او اللبن الزبادي. ممكن تخلطه يعني كوباية من اللبن وكوباية من اللي هو الحليب السائل إذا بتحبه. ومنحرك المكونات كتير كويس مع بعضها. وفي إضافة بحب أنا أضيفها لهاي الوصفة، اللي هي علبة من القشطة. ممكن تستخدموا أي نوع قشطة متوفرة عندكم، بتعطيها طعم الصراحة كتير طيب ونكهة، وغير الريحة اللي بتكون غير شكل. بعد ما بننزل مقدار اللي هو القشطة، بنحرك المكونات كتير كويس مع بعض. زي ما انتم شايفين المفروض يكون القوام عندي بهذا الشكل كريمة، لا هو يعني كتير سائل ولا هو كمان كتير سميك. عندي هنا الصينية اللي رح احطها بالفرن، راح ادهنها بشوية من الطحينية. ممكن تدهنوا كمان سمنة اذا حابين، بس الصراحة الطحينية بتعطيها نكهة غير شكل، وكمان بتتحمر الصينية معاكم اسرع من تحت، وبتاخد لون كتير حلو. بنوزع الطحينية زي ما انتم شايفين. بالنسبة للفرن انا استخدمت اللي هو الفرن الكهربائي، ممكن تستخدموه او تحطوا الصينية بفرن الغاز عادي. بس المهم ان تكون درجة الحرارة متوسطة. بنحمرها اول اشي من تحت، بعد هيك بنرفعها على الرف اللي فوق عشان تتحمر وتاخد لون حلو من فوق. راح انزل المقدار وراح نوزعه في الصينية. حابة احكي انه في ناس بتحب الهريسة تكون سميكة، وفي ناس بتحبها تكون خفيفة. بيرجع إلكو الجيجة، يعني بيرجع إلكو حسب الرغبة. يعني ممكن تحطوها بصينية، ممكن تحطوها بصينية أوسع من هيك، خلينا نحكي صينية أكبر، فبتطلع عندكم الكمية سمكة أقل من هيك. طبعا بعد ما طلعتها من الفرن راح انزل عليها مقدار القطر. بالنسبة للقطر لازم يكون عندنا شوية سميك. راح اكتب لكم المكونات في صندوق الوصف، بتقدروا ترجعوا لها في اي وقت حابينه. مقدار القطر عندي 3 اكواب من السكر، 2 كوب من المي، وعصرة من الليمون، وعدين من القرفة. في نقطة مهمة كتير، أنا بعد ما بحط القطر راح أغطيها، والأفضل إن نعملها قبل بوقت حتى تتشرب عنا القطر كتير كويس وتتفتح عنا حبات السميد. أنا جهزتها من بدري وحطيت عليها مقدار القطر، وبعد هيك حطيتها في التلاجة حتى تشربت القطر تماما. كتير طيبة، خاصة لما تكون باردة وتكون عندنا حبات السميد هيك نافشة وشاربة من مقدار القطر. بالنسبة للتزيين زينوها زي ما بتحبوا، بالطريقة اللي انتوا حابينها. شوية جوز هند، شوية فستق، كله بيزبط وكله زاكي وكله نعمة من رب العالمين. وتحياتي لكم من مطبخي، من مطبخ ميساء.